ميكافيلي مش مجرد اسم عابر في كتب التاريخ، بل ده اسم بيلمع في عقل اي حد عايز السلطة، وده لانه فهم اللعبة صح وقدر انه ينقل خبرة الحكم جيل بعد جيل. اللي هتسمعه دلوقتي مش نصايح اخلاقية ولا دروس انسانية، دي تكتيكات عملية قاسية ومش سهلة التطبيق، لكنها فعالة جدا لو هدفك واحد وهو الوصول للسلطة والبقاء فيها. من صناعة العدو للتحكم في الصورة لحد التلاعب بمشاعر الناس، ميكافيلي علم العالم ازاي تشتري الولاء وتزرع الخوف وتخلي الناس تمشي وراك. النهارده هفكك 3 اسرار تلاعبيه من ميكافيلي، مش تمجيدا في الاستبداد لكن عشان نفهم اللعبه ونستخدمها لو لزم الامر. في ملعب السلطة اللي بيفكر كتير هو اللي بيخسر. القرار الحاسم مش بس خطوة عملية، بل ده إعلان قوة. ميكافيلي كان دايما بيركز على نقطة بسيطة: الناس بتحترم الفاعل أكتر من المفكر. اللي بيجرؤ ياخد القرار حتى لو كان غلط أحسن بكتير من اللي بيقعد متردد وبيضيع فرصته. لو خدت قرار غلط هتتعلم منه، إنما لو قعدت تفكر في قرار صح بس ما عملتهوش مش هيكون فيه أي تأثير. وده لأن الجراءة بتكسر الشك، إنما التردد بيولد الفراغ، والفراغ دايما بتملاه الشائعات والخوف. قرار واحد حاسم بيخلق انطباع انك في قيادة كاملة، وده بيجذب الانصياع والولاء ليك. الناس بتحترم اللي بياخد قرارات قوية وحاسمة، لان ده معناه وضوح في الرؤية وانك تصلح تكون قائد، ودي صفة مطلوبة في اي زمان ومكان. وده مش معناه انك تكون متهور. الجراءة مش جنون، يعني ببساطة تقدر تجمع معلومات كفاية وبعدين تاخد قرار. القرار الحاسم لازم يبقى مبني على شروط واضحة، مش على مشاعر لحظية وبس. صدقني كل ما كنت جريء كل ما الدنيا هتديك اكتر، وكل ما تحفظت وزي ما اهالينا بيعلمونا ويقولوا لنا زي كده امشوا جنب الحيط، كل ما مشاكلك هتزيد وهيبقى مالكش اي دور في الحياة اللي احنا فيها. كل حاجة في الدنيا محتاجة مخاطرة، وكل لحظة في يومك محتاجة منك جراءة. ولكن لو الجراءة من غير حساب بتتحول لتهور، ووقتها انت بتخسر مصداقيتك، لان بيبان انك عشوائي، وساعتها هتفقد ثقة الناس فيك. الجراءة مش سلوك، بل هي وظيفة القائد. الشخص الجريء هو بس اللي التاريخ بيخلد اسمه. في ساحة السلطة اللي بيركز على التفاصيل الصغيرة وينسى الهدف الكبير بيفضل واقف مكانه. ميكافيلي كان دايما فاهم قاعدة خطيرة: النتيجة هي اللي بتبقى، إنما الوسيلة الناس بتنساها. النجاح بيمسح من ذاكرة الناس كل خطوة رمادية انت خدتها في الطريق. المكسب بيغطي على الجروح اللي انت سببتها. الأهم في الآخر هو انت وصلت للهدف ولا لأ. ودي مش دعوة انك تكون بلا ضمير، بل المعنى الحقيقي انك تحط النتيجة قدامك وتشوف افضل طريقة بأقل الخسائر تحقق بيها هدفك. الكذب والخيانة والخداع وحتى العنف كل دي ادوات مش محرمة لو بتخدم الهدف النهائي، وده بالنسبة لميكافيلي. وحط تحت دي 1000 خط. لكن في العموم عايزك تكون عارف حقيقة مهمة جدا: العالم اللي بنعيش فيه بيفتكر الفائزين وبس، ايا كانت الطريقة اللي فازوا بيها، حتى لو كانت طريقة تلاعبية او حتى وحشية. البشر اصلا بيحبوا الاشخاص المتلاعبين حتى لو قالوا عكس ده. وزي ما بقولك دي حقائق، مش مهم تكون عجبتك او لا، بس هي دي الطريقة اللي العالم بتاعنا ماشي بيها، واللي احنا مضطرين نعيش بيها وسط البشر اللي في يومنا الحالي. وخلينا اقولك كمان حاجة: انك لو استخدمت طريقة نظيفة ومحبتش تكون متلاعب بس فشلت، هتتحول لمدمر بدل ما تكون قائد، وهتخسر ثقة الناس فيك، وهتتحول لعبء بدل ما تكون مصدر قوة. انما لو استخدمت اي وسيلة توصلك لهدفك حتى لو كانت في غاية البشاعة، الناس كلها هتسقف لك وهتلاقي شعبيتك زادت. في النهاية اللي بيعرف يستخدم القاعدة دي صح هو اللي بيبني امبراطوريته الخاصة. الميكافيلي الحقيقي هو اللي عينه على النتيجة وعارف ان التاريخ لا يحفظ الوسائل بل بيحفظ المنتصرين وبس. في ساحة السلطة أخطر عدو مش دايما بيكون بره، بل في أغلب الأوقات بيكون جنبك. المرتزقة اللي بيشتغل عندك هو بيشتغل عندك عشان مصلحته مش مصلحتك. أقصر طريق لسكوتك هو الثقة العمياء في أي شخص، سواء شغال معاك أو حتى أقرب الناس ليك. في إمبراطوريتك الخاصة ما ينفعش تثق حتى في أقرب الجنود ليك، ولا حتى في صديق عمرك.
اللي وقف جنبك عشان توصل للسلطة. الاعتماد الحقيقي لازم يكون على نفسك وبس، وعلى نظام بتحكم فيه انت، وده اولا لان الولاء ظاهري، لكن لو المصالح اتغيرت الولاء بيتبدل اسرع مما تتخيل. وتاني حاجة، الناس بتربط مصلحتها بمصلحتك، بس ده في الظرف الحالي، انما لما الظروف بتتبدل هيتقلبوا عليك بكل سهولة. والتاريخ مليان بقادة اتخلوا عنهم اقرب الناس ليهم، زي يوليوس قيصر اللي كان واحد من اعظم القادة في روما القديمة، وقدر يبني امبراطورية ضخمة ويكسب حروب كتير، والناس كانت شايفاه بطل لا يهزم. لكن الصدمة هنا ان اللي اسقطه ما كانش جيش خارجي ولا عدو بعيد عنه، اللي اسقطه كان اقرب الناس ليه، بروتوس، اللي القيصر كان بيعتبره زي ابنه. اتآمر مع مجموعة من اعضاء مجلس الشيوخ، وفي يوم 15 مارس سنة 44 قبل الميلاد دخلوا على القيصر وقتلوه بطعنات سيوفهم. ولما القيصر شاف بروتوس وسط اللي بيطعنوه قال جملته الشهيرة: حتى انت يا بروتوس. اللي وجع القيصر مش الطعنات نفسها، لكن خيانة أقرب الناس ليه. ومش معنى اللي بقولهولك إنك ما تصاحبش حد، بس لازم تتعامل بكل حذر. وخليك عارف دايما لو وثقت في الناس هيبقى عندك شيء تخسره، إنما لو ما وثقتش في حد فما عندكش أي حاجة تخسرها. اوعى تفتكر إنك لو وقعت في مشكلة الناس اللي أنت بتسميهم أصحابك كلهم هيبقوا حواليك عشان يساعدوك، بل بالعكس، ده في منهم هيبان على حقيقته، وفي كمان اللي هيبقى كل حلمه ياخد مكانك ليه، سواء في شغلك أو أيا كان. صدقني، خلي ثقتك كلها في نفسك وبس، عشان في العالم اللي بنعيش فيه النهارده كل حاجة متوقعة فيه، والسلطة مش مكان للثقة والعفوية، بل كل خطوة لازم تكون محسوبة بدقة، والولاء لنفسك وبس. لو وصلت للنهاية فده معناه انك شخص بيدور على الحقيقة. ولو مهتم تفهم اكتر عن علم النفس الاسود وفن التلاعب بالبشر اشترك في القناة، لان اللي جاي هيغير نظرتك للعالم تماما.